يا إبراهيم، ماذا تقول عن بر الوالدين؟ اسمع يا والدي إلى هذه القصة. تفضل. قام الرسول صلى الله عليه وسلم على عليه الصحابة الصلاة يوم من والسلام. الأيام فقال: يا أيها الناس، خير التابعين وسيد التابعين رجل يقال له أويس ابن عامر القرني. نعم. أويس بن عامر القرني هو رجل كان مصاب بمرض البرص، فدعا الله فشفاه إلا موضع درهم في كتفه الشمال، وكانت دعوته مستجابة، لو أقسم على الله لأبره. لا إله إلا الله. وكان مغمورا في أهل الأرض، غير معروف في أهل الأرض، معروف في أهل السماء. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يوجه الكلام لعمر رضي الله عنه بالذات، وقال: يا عمر، إن رأيته فاسأله أن يستغفر لك. لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب يقول: يستغفر لي يا رسول الله؟ فقال: نعم. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لماذا لديه كل هذه الميزات؟ فقال له رسول الله: لديه أم هو بها بار، بر الوالدين، لا إله إلا الله. أو بمعنى أدق بر الأم. أسلم أويس قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، وهو من أهل اليمن. نعم. والآن الجميع يتساءل: لما لم يذهب إلى المدينة ويقبل الرسول في رأسه ويسلم ويبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصبح من أصحابه؟ لأنه بمجرد أن رأى الرسول أصبح صحابيا. هي أمه ولم يكن لديها أحد غيره، وعندما يريد أن يشد الرحال ويذهب ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه تقول له: تريد أن تذهب وتتركني يا أويس؟ لا إله إلا الله. فيجلس. ثم مرت 3 سنوات، أويس يتمنى أن يذهب ليبايع الرسول ويصبح من أصحابه، والرسول يتكلم عنه للصحابة ويقول لعمر: يا عمر، إن استطعت أن تجعله يستغفر لك فافعل يا عمر. ثم عندما توفي رسول الله أتت خلافة أبو بكر رضي الله عنه. عندما توفي أبو بكر أتت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. علي بن أبي طالب كان ذراعه الأيمن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. كان عمر بن الخطاب يقول: يا علي، دعنا نذهب ونسأل الحجاج إذا كانوا يعرفون أويس القرني لنبحث عليه. يذهبان ويقفان على الجبل ويقولون: يا أهل الحج، هل منكم أحد من أهل اليمن؟ لا يوجد. في السنة القادمة يسألون أيضا: يا أهل الحج، هل منكم أحد من أهل اليمن؟ لا يوجد. في السنة الثالثة يسأل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: يا أهل الحج، هل منكم أحد من أهل اليمن؟ فتقوم مجموعة يقولون: نعم، نحن يا أمير المؤمنين. فيقول: تعالوا. ثم قال: الذين أهل اليمن فليقفوا والباقي فليجلس. فقاموا أهل اليمن وقال: من منكم من قوم قرن؟ قوم قرن فليقفوا والباقي فليجلس. فقام قوم قرن وقال: أيها الناس، من منكم أويس القرني؟ فوقف أحدهم وقال: يا أمير المؤمنين، هو قريبي، لكنك ربما مخطئ في الاسم، هذا رجل بسيط. قال: أتعرفه؟ قال: هو ابن عمي. قال: أله أم؟ قال: نعم. قال: حية؟ قال: نعم. فبكى وقال: صدق رسول الله. لا إله إلا الله. رسول الله قال: مغمور في أهل الأرض، غير معروف في أهل الأرض، معروف في أهل السماء. ثم نظر إلى علي بن أبي طالب وقال: لن يأتي طالما أمه حية. ثم في السنة الرابعة
يسأل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: يا أيها الحجاج، هل منكم أحد من أهل اليمن؟ فتقوم مجموعة: نعم نحن يا أمير المؤمنين. تعالوا، هل منكم أحد من قوم قرن؟ فيقف مجموعة: من منكم أويس القرني؟ فتقوم ويقول: هذا رجل بسيط من البسطاء، نجعله يرعى على غنمنا. لا إله إلا الله. فقال: ائتوا به إلي. فذهبوا أتوا به، وأتى إلى أمير المؤمنين، فنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليه وعلى ملابسه وعلى شكله بسيط جدا. قال: أأنت أويس؟ قال: نعم. قال: أكنت مريضا بالبرص فدعيت الله فشفاك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إلا موضع درهم في كتفي الشمال. لا إله إلا الله. فقال: أمك حية؟ قال: لا، أمي توفيت، لذلك أتيت. قال: أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فبكى وقال: صدق رسول الله، صدق رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قال: استغفر لي. قال: أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال: أبشر يا أويس، لقد ذكرك لنا رسول الله وقال لنا أن دعوتك مستجابة، استغفر لي يا أويس. فاستغفر له. وكان سيدنا عمر بن الخطاب كان سعيدا جدا وفرحا جدا بلقائه، وقال: يا أويس، ابقى معي في المدينة. قال: لا يا أمير المؤمنين، أنت في طريق وأنا في طريق. قال: لما؟ قال: أريد أن أبقى مغمورا في أهل الأرض. فقال: إذن إلى أين ذهب؟ قال: إلى الكوفة. قال: دعني أكتب رسالة لوالي الكوفة ليكرمك. قال: لا يا أمير المؤمنين. ثم بكى عمر بن الخطاب وقال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. فأجاب عليه أويس وقال: لا يا أمير المؤمنين، ما أنت فيه خير لك وما أنا فيه خير لي. وهذا لماذا كله؟ لأنه كان بارا بأمه، بر الوالدين. وعلمنا أويس أن البر ليس فقط ألا نعلي صوتنا عليهم، بل البر هو الصحبة، أن تصاحب والدك وأن تصاحب والديك، هي الصحبة. وكما أتى رجل وسأل الرسول: من أفضل الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حياكم الله.